عودة مرة أخرى وبرنامج في قلب الحدث، ومعانا النهارده حدث هام جدا وهو أوائل التعليم الفني في محافظة بورسعيد بمختلف طبعا أقسامه، من تجاري، صناعي، مزدوج، فندقي، زراعي، تكنولوجيا تطبيقية، وأوائل المحافظة في طبعا بيشاركوا معانا من محافظة بورسعيد. وبرحب بيكم وأهلا وسهلا بيكم، ألف ألف مبروك. يلا نبدأ معاك، قولي لنا بقى، عرفينا بنفسك وقولي لنا الخبر وصلك ازاي. يلا. اسمي ملك محمد عطية مصطفى. انا من مدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية بنات. انا كان مجموعي 89 و29%. طبعا الفرح اول لما جا، يعني الخبر اول ما جالي كان فعلا كان فرحة جامدة جدا بالنسبة لي. يعني انا فعلا ما كنتش متوقعة دوت، يعني اطلع تانية على المدرسة. وانا بجد فعلا فرحانه، واحب اشكر امي واشكر ابويا واخواتي كلهم، واشكر طبعا مدير مدرسه بورسعيد الثانويه الصناعيه بنات وكل المدرسين الصناعي وكل المدرسين فعلا اللي ساعدوني ودعموني بشكل كبير جدا، وشكرا. الف الف مبروك. قولي لي هتكملي طموحاتك ايه يعني؟ طبعا نفسي اكمل ان شاء الله معهد فني صناعي، وبعده ان شاء الله كليه هندسه. ان شاء الله باذن الله تحققي احلامك كلها وما تتوقفيش عند حلمك يعني، او تكتفي بده ان شاء الله. اتفضلي اللي بعد. اسمي اروى ناصر نور الدين، مدرسه بورسعيد الثانويه الصناعيه بنات، محافظه بورسعيد. قولي لنا بقى، عرفتي ازاي الخبر ومجموعك كام؟ مجموعي 92%، المركز الخامس. انت ايه، صناعي تجاري؟ صناعي تمام. يعني ما وصلك بقى الخبر ان انت من اوائل المحافظه تعتبري؟ طبعا فرحت جدا. قولي لنا عامله ايه الفرحه بقى في البيت؟ طبعا فرحت جدا، وبابا وماما برضو. وان شاء الله ناويه اكمل. في حلم معين هتكملي حاجه معينه يعني، في دماغك حاجه معينه؟ لا بس يعني ان شاء الله. انتوا طبعا بتتدربوا في مصانع مش كده؟ لا. ولا انتوا صناعي؟ لا ما بتدربوش. لا الصناعي يعني، هو احنا دلوقتي في عندنا المزدوج بيتدربوا 4 ايام في المصنع ويومين في المدرسه، لكن النظام العام بيتدربوا في الورش داخل المدارس. هم دول نظام الجدارات عام، فبيدربوا داخل المدرسه في ورش المدرسه ذات نفسها. الف مبروك يا حبيبتي، بشكرك جدا. اتفضلي بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. من اسمي نورهان احمد السنوسي، تخصص فني اجهزه الكترونيه، مدرسه بورسعيد الثانويه الصناعيه بنات. طبعا بفضل ربنا جبت 95%، ثم فضل استاذه اميره الشافعي واستاذه عزه بكري. طبعا هي اللي جابت لي الخبر وكنت سعيده جدا. واحب اشكر استاذ العربي بشير مدير المدرسه، كان معانا طبعا كل خطوه، وهو اللي قال لنا على النتيجه، هو استاذه عزه بكري. وطبعا بامكانيات التخصص قدرنا نربط ما بين المعارف والمهارات، وباذن الله ناويه اكمل ان شاء الله باذن الله تحققي كل احلامك وطموحاتك. اشكرك، الف مبروك. اتفضلي. اسمي ميرنا وجيه انور نشر ابراهيم، مجموعي 98.1، مدرسه بورسعيد التجاريه الثانويه بنات. طبعا اللي جاب لي الخبر الصبح مستر احمد ابراهيم ومستر محمد عبده. كنت فرحانه جدا بصراحه، ما كنتش متوقعه، بس الحمد لله ربنا وفقني. بحب اشكر مدير التعليم التجاري، واحب اشكر مديره المدرسه، واحب اشكر مدرسيني، واشكر بابا وماما ان هم دعموني وساندوني. الف مبروك. وان شاء الله ناويه اكمل. احلامك بقى وطموحاتك ايه؟ كليه تكنولوجيا واداره نظم معلومات. حلو قوي، جميل. ان شاء الله تحققي كل احلامك باذن الله. الف مبروك، وتحياتنا للاسره. الله يبارك في حضرتك. اتفضلي. اسمي روان العربي صالح، جايبه 93 من مدرسه السادات التجاريه. اللي جبنا الخبر الصبح مستر ودكتور وليد فوزي، لما قال لي بصراحه كنت متوقعه، بس مش متوقعه اللي هي فعلا تحصل. حرام يعني، وقف معايا جامد هو ومس عبير ومستر ومس ايمان ومس فاطمه برضو. حرام وقفوا معايا كتير، تعبوا معايا خالص، كانوا دايما بيطمنوني ويقولوا لي هتطلعي من الاوائل، وفعلا طلعت من الاوائل وطلعت الخامسه والحمد لله يعني. وبرضو ماما برضو كانت تعبت معايا جامد يعني، الحمد لله. ان شاء الله تكملي احلامك وطموحاتك، ان شاء الله في هدف يعني. ان شاء الله باذن الله. فكرتي فيه ولا لسه حسب بقى؟ لا هخش تجاره ان شاء الله كليه، وان شاء الله في كده حاجه في دماغي هعملها بعد ما اخلص كليه برضو يعني. الحمد لله هم شجعوني كتير قوي، وان شاء الله هحقق كل ده. تحياتنا للاسره والف مبروك. الله يبارك. اتفضلي. اسمي روان محمد صابر عزيز، من محافظه بورسعيد، مدرسه السادات التجاريه الفنيه المتقدمه. اللي جاب لي النتيجه مستر وليد فوزي. بحب اشكر كل مدرسيني في المدرسه. ترتيبك الكام؟ الثانيه. ثانيه؟
94.2 من 10. ايه فندقي ولا ايه؟ ناوية على كلية تجارة إن شاء الله. تجاري. تجاري 5 سنين. تجاري 5 سنين، طب كويس قوي. كانت فرحة اكيد مختلفة تماما يعني. أكيد. صح؟ انت كنت متوقعة؟ لا بصراحة. طب الف مبروك. قولي لنا برضه هتعملي ايه؟ هتكملي ولا ايه؟ ده دول 5 سنين مش يعني برضه. أكيد هكمل كلية تجارة إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله لما تتوقفيش يعني كملي طموحك وحلمك لانك انت ابتديتيه خلاص. والف مبروك. الف مبروك. اتفضلي. اسمي يمنى محمد سمير، فني اجازه الكترونيه، مدرسه بورسعيد الصناعيه. جايبه 92 و57%. تمام. قولي لنا بقى شعورك بقى، وهل كنت متوقعه ان انت تطلعي من الاوائل على المحافظه؟ لا بصراحه. لا ما كنتش متوقعه. طبعا اكيد بقى لما جالك الخبر كان يعني رد الفعل مختلف تماما صح؟ وحابه اشكر مس اميره ومس عزه وقفوا جنبي كتير، والمستر العربي مدير المدرسه. ان شاء الله احلامك بقى بتفكري في ايه؟ اكمل بس لسه على حسب التنسيق ما ينفع. ان شاء الله تحققي حلمك باذن الله. اشكرك جدا. ممكن ننقل المايك والشباب اللي معانا نرفع بس نرفعه خالص فوق. ممكن. فبنقول لكم الف 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 مبروك ليكم جميعا يعني. وشايفه برضو البنات مسيطرين سيطره كامله على ايوه في التعليم التجاري بالذات. مسيطرين سيطره كبيره. يلا نبدا معاكم. اتفضلوا ممكن نقف عشان نشوفك. اتفضلي. اسمي لقاء عباس، مدرسه زينب الكفراوي، مجموعي 97.5 من 10. حلمي اني اكمل معهد فن صحي، وطبعا كله بفضل اهلي ومدرسيني اللي كانوا بيشجعوني، ومس امل رمضان كانت بتشجعنا كتير قوي. وان شاء الله نكمل حلمنا. كلمينا عن شعورك والاسره في البيت لما جالهم الخبر او جالك الخبر انت شخصيا يعني. انت انا جالي الخبر عن طريق مس عزيزه بتاعت الفرنساوي. هي اول ما قالت لي كنت فرحانه جدا بقى، وقلت لاهلي طبعا كانوا فرحانين وكانوا متوقعين برضو ان انا اطلع مركز عشان الاجتهاد وكده، وربنا ادانا على قد تعبنا. الف الف مبروك يا حبيبتي. الف مبروك. اتفضلي. اسمي ذكرى محمد صالح، من مدرسة الفندقية، طلعت تانية عليها وعلى المحافظة الحمد لله. جميل. الف مبروك. قولي لنا بقى شعورك برضو ما وصلك الخبر والبيت والاسره. هما الحمد لله يعني ما كانش في توقع، بس الحمد لله النتيجة طلعت احسن من التوقع يعني. يعني كنتش متوقعه ان انت تكوني من الاوائل؟ لا انا كنت متوقعه ان اجيب درجة ادخل بيها كلية، بس اوائل صراحة لا. ده كان حلم برضه من احلامك، لكن الحمد لله الحلم بقى اكبر الحمد يعني لله. الوقت. الحمد لله. ان شاء الله تكملي. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تكملي كل احلامك وطموحاتك. الف مبروك. الف مبروك. اسمي رباب رامي رمضان، مدرسة بورسعيد الفندقية، وترتيب ال5 على المدرسة والمحافظة. وأنا بشكر أستاذ سيد عوف مدير المدرسة، وأستاذ تامر نسيم، وأنا من شعبة باريستا. شعبة باريستا. وبشكر والدي ووالدتي لأنه وقفوا جنبي كتير ودعموني. ألف مبروك. إن شاء الله كملي حلمك برضو ما تتوقفيش بإذن الله. إن شاء الله. ألف ألف مبروك. يلا نروح للشباب بقى يعني كلمونا بقى. اتفضل. اسمي معاذ علي شلبي أحمد جلال. أيوه. مجموعة 94.4 أنا التاني على المدرسة الحمد لله الفنية التكنولوجية الصناعية المتقدمة، والتاني على المحافظة الصناعية ل5 سنين نظام 5 سنوات. قول لنا بقى شعورك لما عرفت الخبر يعني. مدير المدرسة الباشمهندس اسحاق هو اللي كلمني وعرفني الخبر. وطبعا الحمد لله فرحت والبيت كله فرح، وبشكر يعني عيلتي وطبعا المهندسين في المدرسة عندي وكل اللي وقفوا جنبي. ده جزء من حلم ولا في أحلام تانية؟ طبعا كنا كلنا داخلين المدرسة يعني عشان عارفين ان المدرسة كويسة والإدارة كويسة وطبعا الأوائل كلهم دايما بيطلعوا منها يعني. هتكمل حلمك ولا هتتوقف عند ده وتكتفي بالوظيفة يعني؟ لا بإذن الله نخش كلية، ولو في وظيفة يعني نشتغل مع بجانب ان شاء الله بجانب اللي انت هتكمل دراستك مش هتتوقف. ايوه تمام يعني ده لازم ما دام حققت حلمك كمله للاخر بإذن يعني. الله. ان شاء الله باذن الله. وتحياتنا لاسرتك والف الف مبروك. شكرا. الف مبروك. اتفضل. السلام عليكم. انا اسمي مازن محمد امين بدوي، الثاني على محافظة بورسعيد، والاول على مدرسة جمال عبد الناصر نظام ال3 سنين صنايع.
الحمد لله يعني كويس الحمد لله. انا طلعت من الاوائل، وانا برضه كنت يعني شايف نفسي ان انا ممكن اوصل بتذاكر بقى وكنت الحمد في لله. كنت هدف بذاكر الحمد لله، كنت امامك بجتهد يعني. ربنا طبعا بيدي على واحد على قد نيته طبعا. برغم ان الشباب دايما بيبقوا عندهم حاجات تانية غير البنات، يعني عندهم بقى كوره وخروج ومش عارفه ايه الحاجات اللي ممكن تاثر على مذاكرتهم. انا كنت شوية. يعني منتظم الاول بالذات، لان السنوات دي هي المفصل بس في حته المستقبل بتاعي طبعا. كنت ان شاء الله بذاكر تكمل حلمك باذن الله. باذن الله الحمد لله هدخل باذن الله كليه هندسه. ان شاء الله تحقق حلمك ان شاء الله. الف الف مبروك. الف مبروك. اتفضل. اسمي محمد السيد محمود السحلول، التاني على جمال عبد الناصر، الثانويه الصناعيه بنين، فني تركيبات ومعدات كهربائيه، والخامس على محافظه بورسعيد. ونفسي اكمل اخش كليه تكنولوجيا عسكريه. تخش كليه تكنولوجيا عسكريه. تكنولوجيا عسكريه ان شاء الله تحقق حلمك. ان شاء الله. قول لي بقى شعورك طيب لما عرفت ان انت طلعت من الاوائل، وهل كنت متوقع؟ فرحان، واي حد يتمنى انه يطلع من الاوائل. طبعا. انت كان ده هدفك يعني؟ كان مذاكرتك وكله بتستهدف كان ده بالفعل؟ هدفي اجيب مجموع كبير اكبر من اللي انا جبته. بس هو جبت مجموع يعني الحمد لله، وطلعت برضه من الاوائل الحمد لله. ان شاء الله تحقق حلمك اكتر واكتر باذن الله. إن شاء الله. والف الف مبروك ليكم، وبشكركم ان انتم شرفتونا النهارده من محافظه بورسعيد. مجموعه طبعا من الاوائل على التعليم الفني في المختلف زي ما قلنا، تجاري وصناعي ومزدوج وفندقي وزراعي وتكنولوجيا تطبيقيه. المجموعه الثانيه اللي معانا بشكركم والف الف مبروك وتحياتنا ليكم. شكرا ليكم. بعد الفاصل هنشوف معنا اخر مجموعه من الاوائل. شرفتونا.